في نهاية الأسبوع يخرج الوالدين مع أبنائهم لكي يغيروا الأجواء للأولاد من عناء أسبوع الدراسة، فيذهبوا إما لمطعم أو إلى كافيه أو إلى متنزه، ويكون اختيار هذا المكان من الأب أو الأم. فلما يذهبوا وينتهوا يتفاجأوا بردة فعل الأبناء، لربما لم يناسبهم المكان، ولربما لم يناسبهم اختيار الطعام. الأب يرى أن المكان غالي وسعره ليس بالسعر اليسير، ولكن المعايير التي بنى عليها الآباء لاختيار المكان تختلف تماما عن المعايير التي عند الأبناء. الأبناء يريدون مكان مؤهل للتصوير حتى يبثونه على وسائل التواصل، أن يكون المكان يتماشى مع رغباتهم، فيعودوا والأبناء متضجرين، الأبناء فيهم نسبة طفش عالية، الأبناء متذمرين من هذا اللقاء ومن هذه الرحلة. ما الحل؟ من المهارات أن نعكس القضية، نضع الاختيار لديهم، هم الذين يختاروا، ونضع لهم معايير. المبلغ لا يتجاوز كذا، المكان لابد يكون فيه الضوابط الفلانية، ثم بعد ذلك نضع لهم حرية الاختيار. نجد الآن أن المعايير اختلفت. كنا في السابق ننظر لردة فعلهم، هل رضوا، هل ناسبهم. الآن هم ينظرون إلينا، هل ناسبهم المكان، هل ناسبهم الطعام. فنجد الآن بهذه الطريقة أننا أشبعنا رغباتهم وخرجنا بالهدف الذي أردنا الخروج من أجله، هو تغيير الأجواء، وأن نعود كلنا بسعادة لجميع أفراد الأسرة.